بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبسيطة ومكونات 4. راح أسوي لكم طبخة كلش طيبة وراح نبدأ إن شاء الله. حبايب شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. اليوم راح نبدأ إحنا وياكم فيديو جديد وطبخة جديدة عراقية إن شاء الله تنال إعجابكم. اليوم طبختنا إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد راح تكون التبسي العراقي على طريقة أمهاتنا القديمين، كلش طيبة وبنكهات بسيطة ومختلفة عن التبسي الجديد اللي قاعد ينشروه هاي الأيام. عندنا هنا باذنجانة واحدة مقطعة تقطيع ثخين على مود ما تنمرد ويروح شكلها بالطبخ. غسلتها ومقطعتها ورشتها ملح حتى ما تاخذ هواي نسبة من الدهون أثناء القلي. بوتيتة 1، طماطة 2، 1 فلفل كبير، و2 بصل حجم وسط. هنا عندي الباذنجان راح أقليه قلي بسيط من الجهتين، بس يصير أشقر من الجهتين كلش كافي. بعد ما كملنا الباذنجان قلينا البوتيتة بهيك شكل كلش كافي، بس تاخذ لون. هنا شوحت البصل واخذ لون ذهبي. خليت الفلفل الاخضر لما انذبل راح ابدي افرغ باقي المكونات. هسه خليت طبقة ثالثة. اول طبقة كان البصل، فوقاها الفلفل لما انذبل واخذ لون خلينا البوتيتة. ورا البوتيتة راح اخلي الطماطة، وهنا خليت الطماطة طبقة رابعة راح تذبل وتذب السوائل مالتها ان شاء الله. اكمل لكم باقي الفيديو. وراح اضيف ملح وما راح اخلي اي توابل. هذا السر بالتبسي العراقي القديم اللي اقول لكم مال اهلنا. بعد ما ضفت مقدار الملح، والملح حسب الرغبة، والماجي، راح أنص النار وأخليه يستوي زين على راحته، لأن البوتيتة تاخذ وقت شوية بالاستواء. ما شفت البوتيتة استوت طلعت واحدة وشفتها مستوية، باقي لها شيء قليل تستوي تماما. خليت الباذنجان وخليته على نار ناصية على مود ياخذ باقي النكهات. وأساس التبسي هو العراقي الباذنجان، والبوتيتة شيء اختياري. أنا عائلتي يحبون البوتيتة فأخليه ويا التبسي. وهسه لما نشوف هاي الطبقة الحلوة مال الدهن صارت بالقدرية، وشفنا المواد كلها استوت وثخنت المرقة، راح نطفي النار ونقدمها لكم إن شاء الله بنهاية الفيديو ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هنا راح أسوي تمن، عائلتي يحبوه أصفر ويا التبسي، وشعرية من غير. هنا راح أضيف الكركم والهيل يحمس شوية بالدهن ويا التمن، وراح أضيف الماء. خليت كركم وخليت كم قطعة هيل. راح أضيف ملعقة مال أكل كبيرة ملح، وأضيف الماء. وهنا راح أسوي شعرية الحشو فوق التمن. إحنا نحب هيك الأكل مالتنا التبسي. عندي 3 ملاعق زيت وكوب شعرية، راح أشقرهم وأطبخهم. راح أبقى أقلب بالشعرية إلى أن تاخذ لون ذهبي. وهذا شيء إضافي، يعني هاي فكرة يعني مو بس إحنا جربناها يعني طعم كلش طيب. الحشوة فوق التمن ويا التبسي طعم كلش طيب. هذا شيء إضافي واختياري. وتقدرون تسوون تمن أبيض هماتين كلش طيب طعمه.
ويا التبسي بدون حشو أو بحشو، هذا شي اختياري. وهسه راح أخلي مي يغطي الشعرية بشوية وأضيف عليه خاشوقتين شكر. وهسه خلي المي يغطيه وضفت ملح شكر. لا تنسون حبايبي الصلاة على محمد وآل محمد، تفتح لنا الأبواب المغلقة إن شاء الله، تفتح لنا الرزق. وهنا قبل ينشف الشعرية، قبل لا تنشف المي، راح أضيف الكشمش. وهنا لما شفت المي نشف بس ضفت الكشمش، وراح أضيف الهيل المطحون على مود ياخذون النكهة وشكل كلش حلو. وهنا النتيجة النهائية لما استوى التمن، راح أضيف عليه الشعرية وأشوفكم إياه إن شاء الله بنهاية الفيديو. وهسه راح أضيف للحشوة. حشوتنا كلش بسيطة، هي عبارة عن الشعرية وكشمش وهيل وشكر. النتيجة النهائية إن شاء الله تنال إعجابكم، وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. حبينا ناكل ويا التبسي هذا العراقي اليوم، المرقة الصفراء مال الدجاج أو السوب العراقي، وألف عافية. أرجو المشاركة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.